عن القهر أتحدث، لقمة مغموسة بدماء أصحابها. هذا ليس كاتشب، وإنما آثار دماء لعائلة كانت تستعد لتناول طعامها. عن القهر أتحدث، عربات بيع الخضار تتحول إلى سيارات إسعاف لنقل الشهداء والمصابين، وتتناثر الجثث في شوارع غزة لتحولها إلى مقابر. عن القهر أتحدث، إذا أسرة أرادت أن تأكل 3 وجبات بشكل يومي عليها أن تدفع $500 تكفي لعائلة مكونة من 7 أفراد. طبعا طبيعة الأكل لا تحتوي على الفواكه ولا الحلويات ولا اللحوم، وهذا مستحيل في حالة الإبادة والحصار ومنع دخول المساعدة.